صباح الفل عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عيد سعيد عليكم وعيد فطر مبارك كده، يا رب ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. انا مقصره معاكم عارفه في الفيديوهات، بس معلش سامحوني. انتوا عارفين بقى فتره رمضان والعيد وكده بتبقى الدنيا صعبه شويه، بس ان شاء الله نرجع وبقوه. هنا بقى كده توزيعات العيد اللي احنا جايبينها حاجات بسيطه، قاعده انا واخواتي بلالين بقى وتوفي وشوكولاته حاجات اللي انتوا شايفينها دي ومارشميلو، وجبنا بقى الاكياس اللي هي بيتعبى فيها، وعملنا البوب كورن بقى وقعدنا عملنا احلى اجواء بقى بالاطفال وبينا احنا الاخوات. بتبقى اجواء جميله جدا جدا بجد، بتحسسك بالعيد. وكمان لما تنزلي بقى وتوزعيها بتبقى حاجه حلوه جدا. وزعناهم بقى في الصاله بتاعه العيد، وكنا مش مجهزين حاجه يعني الفكره جات لنا كده. لو كنا عارفين او كنا مجهزين من قبل كده كنا عملنا حاجات اكتر من كده. بس بجد كانت اجواء جميله وكان وقت جميل جدا. وكمان صلاه العيد يا جماعه دي حاجه جميله جدا، وحاجه كده بتدخل عليك الاجواء بتاعه العيد وبتحسسك كده بالعيد. والعيد فرحة علينا كلنا يا رب كده. زي ما انتم شايفين بقى جبنا الأكياس وكلنا بقى، وكمان أولادنا الأطفال بقى بيعبوا. الأطفال بيحبوا الفقرة دي جدا من توزيعات العيد، بتدي بهجة كده وبتدي فرحة. وطبعا عملنا بقى حوالي حلتين ثلاثة فشار، قعدنا كلنا نصهم واحنا بنعمل التوزيعات. مفيهاش أي مشكلة، أهم حاجة بس كده إيه، تفرحي نفسك وتفرحي اللي حواليكي. وده الشكل النهائي ليها. الأكياس دي لو انتوا فاكرينها دي أكياس بتاعة السبوع بتاعت زمان كده، اللي هو السبوع بتاع البيبي، كان دي بتبقى الاكياس بتاعته. ده اللي لقيناه ساعتها، لان زي ما قلت لكم ما كناش محضرين الفكره دي من قبل كده. لو كنا محضرينها كنت هعمل بقى توضيبات تانية وحاجات وافكار جميله تانية، بس الوقت كان ضيق. هنا بقى كده تحت واحنا بنصلي العيد بقى في الجامع، فرشين بقى المحاصيل كده زي ما انتم شايفين. الاجواء جميله جدا والاطفال بتوزع، وبجد بجد بتبقى يمكن من احلى فقرات العيد. وبعد كده طبعا زي ما انتوا عارفين بيبقى الواحد سهران بيطلع بقى النور، بس لازم تحسسي كده اطفالك وتفرحيهم، وتحسسي برضه نفسك وتفرحيها بصلاة العيد، لان بجد بجد بتشوفي بقى كل جيرانك بقى وحبايبك واصحابك. فبتبقى